السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ترى المعادي ليه اتسمت كده؟ المعادي دي زمان كانت منطقة كلها أراضي زراعية، وفي وقت الحصاد الفلاحين كانوا بينقلوا المحصول بتاعهم للضفة التانية للنيل عشان يبيعوه، وكانوا بيستخدموا مركب صغيرة اسمها المعدية. جمع كلمة المعدية إيه؟ المعادي. من هنا جه الاسم. دي كانت قصة المعادي. بس إيه قصة بقى سكنات المعادي؟ الخديوي عباس حلمي الثاني كان دايما في خلاف مع الإنجليز، فكان بيحاول يخرجهم من منطقة وسط البلد يوديهم مكان تاني بعيد عن المناطق الحيوية عشان المصريين ياخدوا راحتهم. وفعلا الإنجليز سابوا وسط البلد وراحوا للمعادي اللي كانت يعتبر وقتها منطقة بعيدة عن قلب القاهرة، وعملوا سكنات للجيش في المعادي اللي بقت معروفة دلوقتي باسم سكنات المعادي. اتطورت المعادي وبقت مكان مميز للمستثمرين، وعاش فيها يهود كتير، وكان أشهر عيلة هي عيلة المصيري، ودي عيلة ليها أصول إيطالية، كانت غنية جدا وعايشين في مصر لحد ما جه جمال عبد الناصر ورحل عدد كبير من اليهود من مصر وباعوا قصورهم وبيوتهم للمصريين. ودي كانت قصتنا النهاردة. شكرا ونشوفكم في حلقة جديدة.